دايما عندي قناعة شخصية مش لازم يبقى معايا فلوس، بس يبقى كل حاجة في بيتي على الأقل يبقى موجود الأساسيات. لما أكون عاوزة أعمل حاجة حلوة يبقى متوفر عندي المكونات، لما أكون عاوزة أعمل غدا عشا حلو يبقى برضو متوفر عندي المكونات. ما اضطرش كل حاجة أنزل أجيبها، حتى الطلبات اللي ممكن بنتي تحتاجها لو عاوزة سناك حاجة حلوة مش لازم ننزل نجيب مخصوص، يبقى الحاجة برضو متوفرة في البيت. وده فعلا بيحسسكوا بالراحة. وجود الفلوس في المحفظة مش هيحسسكوا بالأمان قد لما يكون وجود الحاجات متوفرة في البيت يحسسكوا بالراحة والأمان أكتر. مش بتبقي شايلة هم لو جالك ضيف أنا هعمل ايه أو أقدم ايه. لو عندك شوية دقيق وشوية لبن وبيض هتقومي تعملي حاجة حلوة. لو عندك شوية مخلل مع شوية فول في التلاجة مع بيض هتقومي تعملي عشاء حلو. بس لو انتي متوفرة معاكي الفلوس بس ما عندكيش حاجة في بيتك وبيتك فاضي وجالك ضيف، مش هتسيبيه وتنزلي تشتري، هيبقى الموضوع صعب. بس وجود الحاجة فعلا في البيت بتبقى خير وتخليكي على طول عاوزة تعملي حاجات كويسة. اذا كان حاجة حلوة او غدا حلو، الموضوع ما بيبقاش تقيل على قلبك ان ده انا عندي المكون ده ناقص انا هضطر ان انا انزل اشتريه فتكنسلي الفكرة. ولو انتي بتاخدي مصروف البيت بشكل يومي، كل يوم هاتي حاجة تكون زيادة عن احتياجك تشيليها في البيت. كيلو دقيق، كيلو لبن، 10 بيضات، الحاجات دي يوم على يوم هتلاقي على طول عندك حاجات متخزنة في البيت. مش محتاجة كل يوم تشتري طلبات بيتك، هتلاقيكي عملتي خزين في البيت من غير ما تحسي ولا تعمليله ميزانية مخصوصة. بس كده.